أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة وكلام في الأفلام. النهاردة معانا مسلسل مملكة الحرير، بطولة كريم محمود عبد العزيز، أحمد غزي، والكثير والكثير من الأسماء المهمة. قصة المسلسل بتتكلم عن 3 إخوات بشكل أو بآخر بيتخانقوا على كرسي العرش، وكل واحد بيدافع عن وجهة نظره من خلال البيئة اللي اتربى فيها. وهنا بناخد الكثير والكثير من الصدمات وبنخوض الكثير والكثير من المغامرات. نبدأ بالإيجابيات لأن المسلسل فيه إيجابيات كتير جدا. المسلسل فيه أداءات تمثيلية حلوة جدا، المسلسل فيه تسلسلات درامية كويسة جدا، المسلسل فيه شخصيات مكتوبة حلو حقيقي، المسلسل فيه اكتشاف لمواهب جديدة، المسلسل فيه حاجات كتير قوي مهم نتكلم فيها. المسلسل كتسلسل أحداث مثير للاهتمام جدا، ممتع، في أحداث كتير صادمة، المسلسل يخليك متعلق بحلقة ورا حلقة، المسلسل سريع جدا في مشيانه، المسلسل نمطه سريع جدا، المسلسل يخليك عايز تشوف أكتر، يخليك مستمتع باللي انت شايفه. رتم الأحداث سريع، عايز تعرف ايه اللي هيحصل، كل شخصية بتجذبك ليها بشكل أو بآخر، حتى لو بتجذبك بأسلوب انك انت مش حاببها بس مستمتع باللي هي بتقدمه. المسلسل فيه بناء لشخصيات ما شفناهوش قبل كده، في شخصيات سلبية بطريقة ما شفناهاش قبل كده، في شخصيات ممتعة بطرق ما شفناهاش قبل كده، في ممثلين ما شفناهمش قبل كده طلعوا تمثيلهم جامد جدا. فالمسلسل بشكل او باخر ممتع جدا، الشخصيات ممتعة جدا، الشخصيات عايز تشوفها اكتر، الشخصيات مثيرة للاهتمام. اصلا انت لو عملت لي شخصية مبنية كويس، تصرفاتها منطقية، ماضيها مناسب مع تصرفاتها الحالية، عاوز ايه اكتر من كده؟ فالجزء ده ممتع جدا في الشخصيات، والشخصيات تقودنا للأداء التمثيلي. الأداءات التمثيلية في المسلسل ده تتراوح ما بين أداءات حلوة لأداءات عظيمة. المسلسل فيه أداءات عبقرية، عندك كريم محمود عبد العزيز عامل دور حلو جدا، عندك أحمد غزي عامل دور حلو جدا، أسماء جلال في حلتها الجديدة لا دور شرير جدا وحلو جدا، عندك كالعادة وليد فواز عامل أداء عبقري. وده ياخدنا الاتنين ما شفناهمش قبل كده، أو أنا على الأقل ما شفتهمش قبل كده في أدوار كبيرة زي كده، وأدائهم عظيم في المسلسل ده. نورة المهدي اللي بتقوم بدور ورد عاملة أداء عبقري، وسارة التونسية اللي بتقوم بدور ريحانة، وده تقريبا أعلى أداء تمثيلي حصل لشخصية نسائية بقاله كتير جدا جدا جدا. طيب نيجي للسلبيات. مشاكلي أغلبها تتلخص في الحلقة الأخيرة. عندي مشاكل قصصية كتير جدا في الحلقة الأخيرة. انت بعد ما كنت ماشي كويس ومش عارف ايه 5 دقايق ونلم الإبداع، فجأة الحلقة الأخيرة كل حاجة اتبهدلت، تصرفات ما بقتش منطقية، الرسالة اللي انت عايز تقدمها ما بقتش واضحة. ودي حاجة أنا كنت منتظرها الحقيقة وأقلم منها. فكرة إنك أنت تحديدا أما بتيجي تكتب قصة لازم تهتم بأنت عايز تقول إيه. المسلسل ما فهمش هو عايز يقول إيه، يعني هو ما فضلش ماسك في الحتة اللي هو عايز يقولها. بعد ما كان مهتم بالحتة اللي هو عايز يقولها بقى بيتصرف عكسها تماما. لما بتيجي تكتب عمل درامي أو قصة بشكل عام لازم تركز على أنت عايز تقول إيه. المسلسل تقريبا تاه من اللي هو عايز يقوله. يعني الحكمة اللي بتتقال على مدار المسلسل واتعادت مرتين تقريبا في الحلقة الأخيرة بس، اللي هو كل بني آدم جواه خير وجواه الشر، وهو اللي بيتصرف على أساس ده. انت حرفيا البطل بتاعك بيقول لأحد الأبطال أنا شفت جواك الشر. طب ما كده معناه إن الواحد ما فيهوش الخير والشر، الواحد بيبقى جواه حاجة واحدة بس. حرفيا البطل بتاعك برضه بيتصرف تصرفات سلبية كتير جدا، وفي الآخر بيقرر يبقى كويس. اشمعنى ده مش جواه الشر وده جواه الشر؟ أنا عندي مشكلة مع شخصيتين تحديدا. أول شخصية هي شخصية محمود البزاوي، لأن أنا مش فاهمه، هو الراوي وفجأة مش الراوي، وفجأة بيجمع قصتهم رغم إن هو ما بيحكيهاش. كل حاجة خاصة بالشخصية دي مش واضحة، فده لا إما هيتبرر في الجزء التاني من ضمن السلبيات ان الناس لازم تعرف ان في جزء تاني قبل ما ينزل الجزء الاول على انه مسلسل مستقل، وبعد كده يطلع فيه اجزاء تانية. حق الناس ان هي تعرف ان هو مسلسل اجزاء، دي حاجة كنت المفروض تقولها، فمن ضمن السلبيات برضه. فشخصية محمود البزاوي مش مؤثرة تماما في الجزء ده، وشخصية مريبة، تكوينها الدرامي في الجزء ده مش حلو. الشخصية التانية هي شخصية فيروز. اكشلي الشخصيه اللي المفروض البطل بتاعنا بيشوف فيها المختلف وبيشوف فيها الجميل وبيشوف فيها السعاده وكل الكلام ده، انت الشخصيه دي مقدمها اصلا على ان هي شريره وبتوقف الحراس وتنشن عليهم وكل الحاجات دي. ما شفتش جانب ايجابي واحد من الشخصيه دي يخليني اتعاطف معاها، يخليني احبها، غير ان البطل بيحبها، وغير ان علاقتهم مع بعض حلوه. انما كتقديم شخصيه وكبناء للشخصيه دي مش مثير للاهتمام اطلاقا. اي نعم احنا كنا بنقول ان احنا عندنا 3 شخصيات نسائيه في المسلسل مكتوبين حلو جدا، ودي حاجه مبقتش بتشوفها في عمل اجنبي،
ولكن انت مدي دور محوري لشخصيه فيروز، فلما تبقى مش كاتبها كويس لازم اقول لك ان هي مش مكتوبه حلو خالص. فكده عندنا فيروز وعندنا شخصيه محمود البزاوي كسلبيات. شخصيه كريم محمود عبد العزيز والشخصيه التانيه الاتنين سلبيتين. الفرق ان كريم محمود عبد العزيز بعد المجازر اللي هو عملها دي لا حد يتقبله، بس الشخصيه التانيه ما لقيتش حد يتقبل يعني. فاما يجي الحكم منه ان هو شاف جواها الشر، ده عكس اللي انت عايز تقدمه تماما في القصه. فاللي هو انتوا ليه مش ثابتين على اللي انتوا عايزين تقولوه؟ ما لا اما كل انسان جواه الحلو وجواه الوحش، لا اما كل انسان بيتولد حلو او وحش، وفي الحالتين مش غلط. الحالتين ده البناء الدرامي بتاعك، بس امشي على حاجه واحده بس. انت مقدم حاجتين عكس بعض، فدي حاجه غلط تماما. التكنيكاليتيز بالنسبه لي انا كانت عاديه، اللي هو الغلطات التكنيكاليتيز اللي جوه قوي دي طالما ما اتضايقش المتفرج العادي انا ما بتضايقش منها عادي. فمشكلتي الاساسيه مع القصه ومع الشخصيتين العبثيتين اللي في النص. المسلسل كده ولا كده كل اللي موجودين تعبوا فيه، كده ولا كده نقله بشكل او باخر ويستحق يتشاف، ونتمنى ان الاجزاء اللي جايه تبقى احسن. بس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناة، قول لنا رأيك في المسلسل، ايه الحاجات اللي عجبتك ايه الحاجات اللي ما عجبتكش، واشترك في القناة وشغل زر الجرس